يا عم بص قدامك يا عم، في واحد هنا يا عم انا جبته. يا عم زي ما بقول لك، بس اطلع، بس انت قدام، بس اطلع. يلا يلا معايا تمام كده. بص خلي بالك، بص في واحد هنا هحاول اجيبها. يا عم يلا بس يلا بس عشان مش عايزين نخسر الجيم ده. يعني بالله يا اسطى مش عايزين نخسر، بس عشان في فرق كبير بيننا احنا. عاش قوي، انا جبت الكل التانية تمام. ايه ده؟ ايه يا ابني؟ مش ناوي تبطل لعب بابجي كده ولا ايه؟ لا مش هبطل. ايه ده؟ ليه ده يا عم؟ مش عندك حلم ولا هدف كده تعيش عشانه ولا في ايه يا ابني؟ حلم او هدف؟ يا عم اقعد ساكت يا كيمو. ايه ده؟ ايه اقعد ساكت دي؟ لا والله يا ابني بتكلم بجد. مش عندك حلم ولا هدف ولا اي حاجه تجري عليها؟ ايه يا ابني، في بتهزر صح؟ يا عم وهكدب عليك ليه؟ حرفيا الواحد بقى عايش بدون حلم ولا هدف ولا اي حاجه. وما تسالنيش ازاي كده، عشان والله هقول لك اللي انا مش عارف. يعني تعرف يا كيمو، شعور انك كل يوم بتصحى من النوم وانت مش عندك حلم ولا هدف ولا اي حاجه، شعور وحش قوي قوي على فكره. نفس الشعور ده انا بحسه كل يوم. يعني حرفيا كده يعني يا كيمو بتحس نفسك بدون قيمه ولا اي حاجه. فخلينا نلعب يا اخي. كل ده جواك يا صاحبي. طيب وليه ما دورتش على حلم ولا هدف ولا حاجه تنفعك حتى كده؟ يعني ليه قاعد كده على نفسك وما متحركش على نفسك؟ ما المشكله ان انا دورت كتير. دورت كتير قوي قوي وما لقيتش ولا حلم ولا هدف ولا اي حاجه. ده انت متخيل يا ابني، الكليه اللي انا كنت بحلم بيها من اول ما اتولدت ما جبتش المجموع بتاعها، وعايز تقول لي ليك حلم او هدف؟ يا عم اقعد ساكت. طيب بص يا اسلام، طول ما انت استسهلت الموضوع واستسلمت للموضوع فمستحيل يكون عندك هدف ولا حلم. فخليني اقول لك قوم يا اسلام، انت لازم تتعب ولازم تعافر ولازم تصنع نفسك من جديد. يعني هفكرك شويه كده، فاكر زمان لما كنت بتقول عايز توصل لحلمك وهدفك؟ فاكر لما كنت بتقول عايز تكون مهندس وبتخترع وبتصنع حاجات وتشكل حاجات؟ فاكر ده كله ولا لا؟ كل يوم كنت بتخترع حاجه شكل. فين الاهداف دي والاحلام دي؟ قوم وارجع وعافر. انت اكيد فاكر كل ده كويس. وخليني اقول لك كمان، انت دلوقتي هتقوم وتعمل ده لان ما قدامكش طريق، يا تنجح يا تبقى زي اي حد فاشل. وانت اكيد مش عايز تكون فاشل. وعلشان كده خد بعضك، قوم دلوقتي صلي لك ركعتين وابدا دور على حلم وهدف من جديد. الاحلام اللي انت كنت بتحلم بيها من زمان اصنعها دلوقتي وابدا ارجع بيها تاني وافتكرها. وافتكر وانت كل يوم كنت بتحلم احلام مختلفه. وعلى فكره انا واثق فيك، بس انت قوم الاول ودور على حلم وهدف وانا متاكد انك هتوصل له. وخليني اقول لك، من اول طرق النجاح علشان تنجح لازم تتقرب من ربنا. فقوم كده خد بعضك وصلي زي ما قلت لك، وقوم يا بطل شوف حلمك وهدفك. تعرف يا كريم، حرفيا انت فوقتني قوي قوي. بجد مبسوط جدا جدا ان انا عندي صاحب زيك. وهقوم وادور على الاحلام اللي انا كنت بجري عليها من زمان. اوعى تاجي في يوم من الايام وتقول ان انت ما عندكش حلم ولا هدف، لان اكيد انت عندك حلم او هدف، بس انت ما بتسعيش على حلمك. علشان كده علشان تلاقي الحلم بتاعك والهدف بتاعك لازم تسعى. الفيديوز اللي كنت منزله تبع الثانويه، ناس كتير ما تقول اللي هي ما عندهاش حلم ولا هدف. يعني ازاي انت دلوقتي يكون عندك اصلا فوق ال10 سنين وما يكونش عندك حلم او هدف؟ علشان كده انت لازم تصنع لنفسك حلم او هدف. واول خطوات عشان تصنع لنفسك حلم او هدف لازم تتقرب من ربنا. يعني خليني اقول لك، تخيل شخصين كده، واحد بيجري على حلمه وهدفه والشخص التاني نايم في البيت. مين فيهم اللي هيكون مكانته حلوه ومرتاح وزي الفل ومعاه فلوس وبيعمل اللي هو عايزه؟ اكيد الناجح. في مقوله جميله جدا جدا بتقول ان الناس ما بتحبش غير الناجح، ودي حقيقه. الناس كلها دلوقتي بتحب الناجح حواليها. علشان كده انت لازم تقوم وتعافر علشان توصل لحلمك وهدفك. حتى لو ما عندكش هدف اصنع لك هدف. وعايزك تفتكر دايما ان انت البطل في حياتك. اوعى تعيش في يوم من الايام انت مش بطل في حياتك عموما، لان مفيش غيرك وانت بس الاولى ان يكون عايش في حياته. علشان كده يا بطل قوم وشد حيلك ودور على حلمك وهدفك، وفي النهاية ما توفيقي الا بالله.